يلا بينا كده خلصنا البومبار بتاعنا من بداية الخلطة لحد اخر حاجة. التحمير قدام عينيكم بسم الله ما شاء الله. عايزين نفتح واحدة كده والله سخن مولع. اللهم صل على النبي. شايفين جمال الخلطة يا جماعة؟ هو ده اللي احنا بنتكلم عنه. خلطة سهلة وبسيطة وما فيهاش اي حاجة. وطبعا معانا ملح وفلفل اللي عايز برضو ياكل حاجة بسيطة من الملح والفلفل اهو يا جماعة. بنرش عليه كده ما شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلى على الحبيب قلبك يطيب. معانا النهاردة هنعمل خلطة البومبار ما فيهاش اي حاجة من غير اي افتكاسات. معانا كده 3-4 بصلات على حسب كمية البومبار اللي انت بتعمليها او كمية الخلطة اللي انت هتعمليها. بنمسك ال3 بصلات يا جماعة زي ما احنا شايفين كده في الحلة. بنمسكهم نبشرهم كويس جدا وبعد كده بنولع عليهم البوتاجاز. وبعد كده يا جماعه بنسيبهم ينزلوا الميه بتاعتهم لحد ما يصفوا الميه خالص. وبعد كده يا جماعه الخطوات سهله وبسيطه جدا، بس ما تنسوناش في اللايك والاشتراك في القناه عشان يوصل لكم مننا كل جديد. طبعا يا جماعه انا تحت عند حماتي بعمل معاها، لان انا لما بتبقى حاجات اللي هي بقى الشعبي والاكلات الجميله دي بحبها من ايديها بصراحه. بنحط بعد كده يا جماعه الماده الدهنيه اللي هي لو زيت او زبده او سمنه زي ما تحبي، بس احنا بنحب نحط شويه زيت ونرجع نحط بقى نقطع حته دهنه يا جماعه بقري، مش اللي هي ليا ولا حاجه، دي حته دهنه كده. طبعا عشان احنا دابحين في العيد كل سنه وانتم طيبين، فبناخد مثلا حته دهنه بنعمل بيها الطبيخ، بنعمل بيها خلطات المحشي، بتبقى طعمها خطير بجد، بتدي للاكل طعم تاني. حاولوا ان انتوا تجربوها. لو حتت صغيره كل اللي قدامكم ده هيسيح في بعضه وهيدوب في بعضه. ليه؟ لان احنا عارفين ان الدهنه دي يا جماعه تعتبر زي السمنه لما بتسيحيها، بتبقى ماده دهنيه. تمام ما شاء الله. زي ما احنا شايفين الريحه كانت طالعه علينا خطيره. قلب 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 بقى يا معلم، وانزل بالبهارات بتاعتك. معلقه من الفلفل الاسمر، معلقة من ال7 بهارات، معلقة بابريكا بتدي طعم جميل جدا ولون احمر جامد للخلطة بتاعتك. يعني هم دول بس يا جماعة اللي احنا بنحطوها. طبعا يا جماعة قلب بقى. احنا ليه يا جماعة بنحط البهارات في البداية كده والبصلاية بتتحمر؟ عشان بتدي النكهة الحلوة والريحة جميلة والطعم بيبقى فظيع بصراحة. حاولوا ان انتوا تحطوا البهارات مع البصلة وهي بتتحمر عشان كله يطلع مع بعض. طبعا اللي قدام عينينا دي يا جماعة اللي احنا بنفضيها دي صلصة دي يا جماعة احنا بنجيبها وبنعمل الطماطم صلصة وبنعبيها في اكياس وبنحطها في الفريزر، عشان طبعا يعني بجد بتسعف معانا او يعني بتنجز معانا بمعنى اصح لما باجي اطبخ او اعمل مكرونة او اعمل طبخة حلوة زي دي. تمام اهي ساحت معانا اهيت يا جماعة الصلصة. شايفين لونها جميل ازاي؟ انزل بقى بالخضرة والشبت الجمال دول ما شاء الله، وقلب بقى وحط معلقة الملح بتاعتك. خلاص الخلطة بتاعتنا كده تعتبر يا جماعة ما فيهاش اي حاجة خالص، عبارة عن بصل وشوية بهارات وحتة دهنة كده تطعم لك الكلام وشوية الصلصة الجمال. طبعا اللي ما عندوش صلصة انت بتضرب كوس طماطم كده شفشق حلو كده طماطم وتحطه. حلاوة الخلطة يا جماعة في كتر الصلصة وكتر الخضرة بتاعتها، بتديها نكهة جميلة جدا. بعد كده نزلنا طبعا غسلنا الرز كويس، وحماتي هي يا جماعه اللي بتحط وانا اللي بصور بصراحه. هي بتشوف المقدار بتاعها مظبوط ولا مش مظبوط في الرز، بتفضل تحط كده وتقلب، تحط وتقلب عشان الطماطم والخضره يبقوا مظبوطين مع شويه الرز. بسم الله ما شاء الله. بجد والله العظيم لو عملت الخلطة دي لأي أنواع محشي، إذا كان ورق عنب كرنب أي حاجة كوسة بتنجان، الخلطة دي خطيرة بجد، هتحس بطعم مختلف بجد بتاع زمان. يلا ندخل بقى على البومبار بتاعنا. أنا بوريه لكم إن هو لسه عايز يتقل، يعني أقلبه وبعد ما اقلبه اقعد بقى اغسل فيه. فماما قالت لي بقى عنك انا هاخده بقى تحت الحوض كده، افضل اغسل فيه لحد ما اخليه زي الفل زي ما احنا شايفين كده مع بعض. تمام نيجي بقى نولع على حلة بتاعتنا على النار ونقعد بقى نحشي البومبار مع بعض. طبعا لازم نحكي بقى شوية بقى ايه رأيك في الاكل بتاع زمان؟ قولوا لنا يا جماعة والله العظيم النفس بتاع زمان ده مفيش احسن منه. يعني سيبك من اللي هو الاكلات بتاعت دلوقتي الكنتاكي والحاجات اللي هي الطالعه دي، لا اعمل الخلطه بتاعتك كده وادي البومبار حقه. قاعده بقى انا بحشيلكم مفيهوش حاجه، الحشو بتاعه سهل. الصباعين كده بتفتحيهم من فوق بصوابعك اهو زي ما احنا شايفين، وابتدي ان انا احشي وادخل بصباعي. بجد ما خدناش اي وقت، ايد على ايد بتساعد. حتى لو يعني بجد انا وماما لما بنبقى في اكلات زي دي انا بحب بصراحه ان انا اقعد معاها وان احنا نعمله مع بعض، بجد بتبقى القعده حلوه. استنوا معانا بقى، خلصنا اهو وانا
قلت لها انا بقى ما عليكي، انا هقوم افضي البمبار بقى في الحله. طبعا الميه لازم تكون سخنه جامد، عشان لو ما كانتش بتغلي معاكي الميه الرز اللي في قلب البمبار كله هيطلع. طبعا زي ما احنا شايفين بسم الله ما شاء الله عملنا حلتين كبار بألف هنا والشفا للي هياكل. طبعا انتي بقى ايه بتفضلي بقى قاعده كل شويه تقومي تقلبي. احنا كده كان البمبار بتاعنا خلاص ابتدى ان هو ايه استوى، وهنجيبه معاكم عشان نصفوه. تمام بسم الله ما شاء الله. شايفين يا جماعه؟ يا سلام على الريحه بقى وهي كانت طالعه علينا، كانت بجد تفتح النفس. بسم الله ما شاء الله. خدنا حاجه؟ ما خدناش حاجه ولا خدنا اي وقت خالص. كانت اكله جميله جدا وطعمها كان حلو جدا والنفس كان جميل فيها. وطبعا جبنا يعني بلاستيكه كده، وفضلنا ايه بقى نطلع البمبار ونصفيه قبل ما ايه ما نحمره في الزيت. تمام. ليه يا امل؟ عشان لو في بقى اي ميه تنزل، لو في اي يعني اي حاجه سايله تنزل قبل ما تفضيها في ايه في الزيت بتاعي. بسم الله ما شاء الله على شكله، وكان طعمه خطير. ده البمبار بتاع العجل اللي ذبحناه في العيد. كل سنه وانتم طيبين يا جماعه. اللي ما دخلش شويه في فيديو الذبح يدخل يشوفه على قناه مصطفى وامل، يكتب ذبح خروف وعجل. ذبحنا ما شاء الله خروف وعجل يا جماعه في العيد ده، في عيد الاضحى. عملنا لكم الكبده وعملنا لكم البمبار، ولسه الاكلات جايه ما تروحوش لبعيد. قولوا لنا بس نفسكم في ايه نعملوه، وانا اطلع اعمله لكم على القناه بتاعت منوعات مصطفى وامل عشان يوصل لكم مننا كل جديد. بسم الله ما شاء الله. طبعا بنحط الزيت معانا بسم الله ما شاء الله، وبنزل بقى كده ايه بالبمبار بتاعنا. يعني بجد اهم حاجه بقى تديله بقى اللون الحلو ده. لو في لسه تكايه اخيره اوعوا تروحوا لبعيد، اعملوا لي لايك، اشتركوا لي في القناه عشان يوصلكم من مصطفى وامل كل جديد. بنحب ننوع لكم في كل حاجه والله، عشان احنا بنحبكم في الله. زي ما احنا شايفين مع بعض كده الزيت اهوت مع البمبار. يا سيدي بجد حاجه ما شاء الله. والله يا جماعه ده البمبار بتاع العجل بتاعنا، لا تقولوا ايه بس. بجد والله العظيم كان تحفه، كان جميل بجد. الحمد لله. الواحد لما بيعمل خير وبيطلع خير كده بجد ربنا بيسترها معاه. اللي يقدر على حاجه يا جماعه يعملها. يعني الواحد بيختار اخرته احسن من الدنيا دي بجد. الدنيا ما عادتش مستاهله. وطبعا زي ما احنا شفنا اهوت يا جماعه قلبناه على الوش التاني. شايفين لونه بقى عامل ازاي؟ ولا كان طعمه خطير. انا طبعا كلت خلاص، انا صورت الفيديو وقعدت كلت. بجد كان دايب دوب كده، وكان طعمه بجد من الحتة الدهنة اللي احنا حطيناها له في البداية دي مطعمة الخلطة مخليها بجد في حتة تانية خالص. طبعا طلعت معاكم اهوت اول طبق، وهنرجع برضو ايه نحمر تاني. انا والله عايزة كل حاجة اعملها قدام عينيكم، مش عايزاكم يعني تروحوا بعيد. واللي محتاج اي حاجة في القناة بتاعت منوعات مصطفى وامل قولولنا واحنا نعملها لكم انا ومصطفى. بكلمكم بجد، احنا يعني ايه بنحبكم في الله وانتوا اخواتنا. يعني سبحانك يا رب. ذبحنا العجل، خدنا البمبار نضفناه وعملناها لكم على طول، بس قلنا لازم نطلع بيه على القناة عشان تشوفوا معانا. ما شاء الله اللهم صل على النبي. الصباع قد ايه؟ تاكلي الصباع كده بصي ما اقولكيش. بألف انا والشفا للي كل. اهو ده منظر، ده شكله يا جماعه بعد ما طلع اهوت من الزيت. انا برش ايه بقى يا امل؟ شويه ملح وفلفل بقى صغيرين كده، يديه بقى تست عالي بقى. يا سيدي على الجمال ما شاء الله. طبعا يعني ايه لعشاق بقى الملح والفلفل دول بقى. احنا يا جماعه بعاداتنا وتقاليدنا لازم الملح والفلفل ده اساسي عندنا. في شويه بطاطس، شويه بقى فراخ محمره تيجي رشه. يلا بينا كده خلصنا البمبار بتاعنا من بداية الخلطة لحد آخر حاجة التحمير قدام عينيكم بسم الله ما شاء الله. عايزين نفتح واحدة كده والله سخن مولع. اللهم صل على النبي. شايفين جمال الخلطة يا جماعة؟ هو ده اللي احنا بنتكلم عنه. خلطة سهلة وبسيطة وما فيهاش أي حاجة. وطبعا معانا ملح وفلفل اللي عايز برضو ايه ياكل ايه حاجة بسيطة من الملح والفلفل اهو يا جماعة بنرش عليه كده ما شاء الله. يلا بينا بقى ايه. يا رب يكون عجبكم الفيديو. ما تنسوناش في اللايك والاشتراك في قناة مصطفى وامل منوعات. ان شاء الله هنقدم لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.